حقيقة هذا هو المحراب، هو جزء من الجامع. الجامع هذا له أهمية كبيرة، كونه من ثالث أقدم مسجد جامع في مدينة الموصل بعد الفتح الإسلامي، اللي يرجع تاريخه إلى سنة 576 هجرية أو 1180 ميلادية، اللي بناه مجاهد الدين قيماز الرومي. وتميز هذا الجامع بموقعه الفريد على نهر دجلة وأهميته التراثية بهذا العمر الكبير اللي أكثر من 800 سنة. فكان يحوي هذا الجامع أيضا جزء من التشكيلة مالته على هذا المحراب الأثري. المحراب هذا يعد من أجمل وأنفس المحاريب العراقية الموجودة في القرن السادس الهجري. يتميز أولا بالارتفاع ماله الضخم، أكثر حوالي 6 أمتار، نفس الوقت متفرد، يعني 3 محاريب متداخلة، محراب كبير وأصغر وأصغر. لوحة جميلة لتاريخ الجامع ثبتناها، ومن زاروا أحد أهم الناس اللي زاروه في بداية تأسيس الجامع اللي هو الرحال الأندلسي ابن جبير سنة 580 هجرية، وحقيقة كان له وصف جميل للجامع، ومذكور هذا في كتاب رحلة ابن جبير أنه زاروا في سنة، وذكر فيما ذكر أنه يعتبر يعني شبهه بمقاصير الجنة وبإطلالته على دجلة، وأشاد بالجمال اللي موجود في الجامع. وهذا النص ثبتناه في لوحة أيضا في رواق الجامع. تم تكليفي بكتابة قطعتين مفقودة خالص، بس موجودة في الكتب التاريخية في جامع الخضر. أحدها آية الكرسي، والثانية المعوذات بالخط الكوفي المصحفي القديم الغير منقط. زخارف المحراب زخارف نباتية، لكن بطعم ونكهة موصلية مختلفة قليلا عن الزخارف الشرقية، ولكن كلها نباتية. واستخدموا اللون الأزرق لأن هذا الأزرق دائما بالموصل اللي يستخدموه هو عبارة عن حجر يطحن ويضاف له مواد، حجر أزرق يعني يضاف له مواد كيميائية معينة ويلون به المحاريب حتى في داخل البيوت والزخارف والكتابات الموصلية.